كثير من الناس لما يشعروا بأنهم همشوا اقتصاديا أو ظلموا سياسيا أو غير ذلك من المعاني الواقعة فعلا على الأرض، الحل دياله أنه كينتقم من الوطن دياله، فيكره وطنه ويكره أهله ويبادر إلى تخريبه بيده. هذا غير معقول تماما. فما ينبغي أن يكون خطأ الآخر مؤديا بي إلى الفتك بنفسه، لأن الإنسان لما يفقد الانتماء دياله لبلاده فقد فقد الإحساس بوجوده أصلا. أنت بعد ذلك من؟ حينما تفقد محبة بلدك ومحبة وطنك ومحبة ثقافته وقيمه بسبب أخطاء ارتكبها الآخرون، وأنت تدير رد فعل متشنج يفقدك التوازن ويؤدي برد الظلم بظلم آخر، يؤدي إلى رد الظلم بظلم آخر، والله يكره الظلم في كل صوره. المؤمن من لا يستجيب للاستفزاز ويبادر إلى العمل الإيجابي وليس السلبي. فإذا أخطأ الآخر فأنا ما ينبغي لي أن أخطئ، بل ينبغي أن أقدم الخدمة التامة المتفانية لبلدي ولوطني ولثقافته، وأن أشتغل بما يعمره. ما ينبغي أن ترتبط عاطفتي ببلد آخر أو بثقافة وطن آخر حتى أفقد ذاتي وأفقد وجودي. لا يمكن أبدا أن نستمر في الوجود في زمن صار الاستمرار والحفظ فيه على الخصوصيات من الصعوبة بمكان معروف، يعني عصر العولمة وعصر انتشار المعلومات وتدفقها بشكل رهيب ودخولها في تدافع قوي جدا. إذا دخلنا هذا العالم ونحن ندخله أحببنا أم كرهنا، لأنه يتنزل عليك من علو. وسائل الإعلام ووسائل الاتصال لا تستشير أحدا في أن تخبره بما يحصل وفي أن توصل إليه رسائلها، لا تستشير أحدا. الشارع العام الآن يتحرك بثقافة الآخر. ما ينبغي أبدا في مثل هذه المرحلة بالذات أن نبادر إلى الانتقام من أنفسنا، بل يجب أن نتوحد على معنى الأصلي الذي هو حقيقة هذا الوطن وثقافة هذا الوطن ودين هذا الوطن. المؤمن إذا أراد أن يبني صادقا فليبني نفسه أولا. وكيف بناء النفس؟ تسأل نفسك أنت من؟ ولدت من وتربيت في أحضان من؟ أنت مغربي إذن، ولدت من مغاربة وتربيت في أحضان المغربي، فيجب أن تكون مغربيا. وأن تكون مغربيا يعني أن تنتمي إلى ثقافة المغرب وإلى تاريخ المغرب، وقد علم قطعا أن هذه الثقافة وهذا التاريخ إنما هو دينك وقيمك وأخلاقك الاجتماعية. فمساهمتك في نقضها وخرمها ونشر التفسخ والأخلاق الرديئة في الشارع وقبول ذلك في المعاهد ومؤسسات التعليم وغيرها خيانة لذاتك ولوطنك ولبلدك ولمليكك. المؤمن الحق والمغربي الحق من يجاهد في الله من أجل إقامة هذا الصرح والحفاظ عليه في هذا الزمن، قلت الصعب العسير، لأنك إذا دخلت العصر بنفسية متذبذبة مضطربة لا إيمان لك بنفسك فلن تستطيع أن تحفظ نفسك ولا وجودك ولا أسرتك. ما تقدرش تحافظ على الوجود ديالك والثقافة ديالك وأنت لا تؤمن بنفسك. ولذلك ما قوي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قوي على تبليغ الرسالة إلى المؤمنين وتبليغ الإيمان إلى الناس إلا من بعد أن آمن هو بنفسه أولا بأنه رسول عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإذا آمنا بأنفسنا كانت لنا بعد ذلك القدرة على تثبيت حقيقتنا رغم الأعاصير الهوجاء في العصر الحاضر، بل بما عندنا من ثقافة قوية تتحدى نؤثر على الآخر. الدين ديالنا ماشي ضعيف، والثقافة ديالنا ماشي ناقصة، والتاريخ ديالنا ماشي عويج. فإذا آمنا به حقيقة وتبنيناه صادقين وليس منافقين استطعنا لا أن نحفظ أنفسنا وحسب، بل أن نؤثر على الآخرين على ما هم عليه من تقدم مادي وتكنولوجيا عالية، لأن قوتهم الثقافية والفكرية والروحية خاوية. وهذه شهادتهم هم أنفسهم وواقعهم. والمشكلة أننا نتأثر بالخواء، نتأثر بالثقافات الفارغة والضلالات العمياء. فإذا تأثرنا بهذا فما معناه؟ معناه إذن أننا نحن لسنا
أننا لا نشعر بوجودنا، لا نشعر بحقيقة ثقافتنا، إذن لا ندرك ما معنى وطنيتنا. الوطنية ليست كلمة تلاك في المناسبات. الوطنية التزام، الوطنية صدق، الوطنية عقد بين العبد وربه حقيقة، حينما تحللها بهذا المنظور الذي تحدثنا عنه، وهو المنظور الحقيقي لها والذي عليه تأسست. ولهذا إذا أردنا أن نصدق الله ونصدق ملك البلاد في هذا الأمر، فعلينا أن نعيد درس التربية الوطنية. هذا الدرس الذي صار شكلا بغير مضمون، صار شكلا بغير مضمون في كثير من المؤسسات. درس الوطنية الحق تلقيه الأسرة أولا، يلقيه الأب والأم، وتلقيه المؤسسة التعليمية، وتلقيه وسائل الإعلام، وتلقيه الحكومة وملك البلاد. كل يلقي هذا الدرس، كل من جهته ومن جانبه، ولا يجوز لأحد أن يخون وظيفته في ذلك، لأنه يخون وجوده ويهدد مستقبله. درس الوطنية الحق إنما يقوم على هذا التماسك الاجتماعي الذي يراد له في كثير من الوسائل ومن بعض الجهات تفكيكه وتدميره. وهؤلاء إنما يدمرون الوطن باسم الوطنية، وإنما يخربون الوطن باسم الوطنية. كلا، لن يسمح لهم بذلك. المؤمن يجب أن يلتف حول حقيقة الوطن بما هو ثقافة ودين، وبما هو إسلام جامع لكل العناصر الأخرى، عرقيا ولغويا وثقافيا، وهكذا هلم جرا. الدين جامع لكل شيء، ومن احترم الدين ودافع عنه ودافع عن قيمه وأخلاقه في بيته وأسرته وفي الشارع العام وفي المؤسسات، ولم يسمح لأحد بخرمه أو نقضه، فذلك هو الصادق حقا، وعلى مثله تنطبق الآية: من المؤمنين رجال حقا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما غيرتهم المناصب، ما غيرتهم الأموال، ما غيرتهم الممتلكات، ما غيرتهم الامتيازات، وإنما بقوا على الأصل الذي انطلقوا منه، مجاهدين أنفسهم في الله جل وعلا. اقتلوا من لا غيرة له. هذه اللفظة كانت عند رجال الوطنية والناس الكبار حافظينها مزيان، وكذلك الجيل التي تلقاها من الكتب المدرسية ومن كتب التاريخ. من لا غيرة له، فكانوا إذن بذلك يقتلون الخونة الذين كانوا مساعدين للاستعمار. اقتلوا من لا غيرة له، يقتلون هؤلاء الخونة الذين يساعدون الاستعمار ويدلون على عورات المقاومين والمجاهدين ورجال جيش التحرير. الشاهد عندي ها هنا، وهذه قطعة من التاريخ المعاصر للمغرب، هو هذا المفهوم، مفهوم الغيرة، وهو مفهوم الإسلامي صحيح. يعني وفعلا كما أكدت المرجعية ديال الوطنية إنما هي الدين. في حديث صحيح النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. إذا كنت يا عبد تغار حقيقة على وطنك واستجيب لما علمك ربك الذي يغار عليك ولا يريد أن يراك في المعاصي والمحرمات، فإنك حينما تشرب الخمر أو تزني أو تسرق أو تأكل المال الحرام في المؤسسات باسم وظيفتك أو مرتبتك أو موقعك السلطوي، فأنت آنئذ تخون الوطن، وتخون قبل ذلك الله ورسوله، وتخون ملكك الذي جعلك على هذه الوظيفة وجعلك هذه المؤسسة لتكون مخلصا، لتستجيب للغيرة المفهوم الحقيقي للوطن والدين. حينما ترى الغيرة تخرم وبنادم ما عنده غرض في راسه واش يتقال فيه ما يهموش، المهم يكون الحرام أن يستفيد بالحرام مهما كان، تدرك آنئذ أن معنى الوطنية بدأ يغور في النفوس، دغيب، يعني صار يغيض في القلوب كيبعاد كما يغيض الماء في التربة، وتصبح التربة بلا ماء، فإذا صارت التربة بلا ماء فهي تربة ميتة لن تنبت شيئا. فلذلك ماذا يرجى وما يرتجى من شخص لا غيرة له على دينه ولا على نفسه ولا على عرضه، أو تكون له الغيرة بعد ذلك على التراب؟ أبدا. لهذا إذن حرص المقاومون الأقدمون على التربية الدينية الصادقة لأبنائهم،